في مقولة يعني بنستخدمها في علم النفس وعلم الاجتماع، مقولة شهيرة جدا. بتقول ايه المقولة دي؟ كل ما هتخاف الخوف بيجيب خوف. بالبلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله دائما وابدا. الفيديو ده يعني بطلب من الناس المحترمة اللي هي بتتابعني او بتتفرج عليا، اصدقائي طبعا، تكملوا لحد الاخر عشان هقول حاجات مهمة، 4 نقط مهمة جدا هنستفاد منها، وهنعرف ايه اللي مستنينا في المباريات اللي جاية، سواء افريقيا محليا في الدوري المصري مع منتخب مصر. حاجات كتيرة هنعرفها. قبل ما نبدأ يعني دعمونا بلايك واشتراك، ولو ما عجبكش الكلام الغي اللايك والغي الاشتراك، وبتأسف لك مقدما. طبعا دعواتنا لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ان شاء الله. الناس عاملين شغل عالي، دكين جيش الحيوانات دك عنب، والدنيا حلوه الحمد لله يعني. طب ندخل في الموضوع بتاعنا كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. صن داونز صعد بسبب السحر، ومنتخب مصر ما بين قوسين الاهلي يخرج من البطوله بسبب التحكيم. ومعانا 4 نقط. فيديو كابتن عماد متعب هنسمعه مع بعضينا بيقول ايه. طريقة لعب صن داونز، مدرب صن داونز، وفنيات لعيبة صن داونز. نبدأ بفيديو كابتن عماد متعب نسمعه كده مع بعضينا. يعدي بشكل جيد. انا عايز اقول نقطة بس، الطريقة اللي النادي الاهلي لعب بيها مع صن داونز. النادي الاهلي مفيش غير فرقتين في العالم. نعم. النادي الاهلي ممكن يعمل كده قدامهم، هما برشلونة ومانشستر سيتي. نعم. هو افرط في صن داونز. معلش انا اسف. نعم. بلعب صن داونز في ملعبه. نعم. لو بلعبه قدام بيته. هو بص، خدتوا بالكم الكلام؟ بيقول لك الطريقة اللي لعب بيها النادي الاهلي في جنوب افريقيا في اول مباراة، النادي الاهلي ما يلعبش بيها غير قدام فريقين بس في العالم، برشلونة ومانشستر سيتي. يعني كانت هتطلع الكلمة. انما صن داونز لو بلعبه في بيته، يعني لو في منطقته ولمم عليا الناس ولمم عليا اللي حواليه، احنا النادي الاهلي نخش اي منطقة بالصلاة على النبي نقفلها. ده كلام طبعا ايه. الكلام ده هو اللي بيودي الكورة بتاع المصرية في 60 داهية اكتر واكتر، يعني بيرجعنا 80,000 سنة ورا كل مرة. وهو ده الكلام اللي بيجيب ايه، بيخلي الناس تطلع. برضو انا يعني كنت عايز اطلع بعد الماتش، فقلت يعني اخد لفة الاول على الناس بيتكلموا ازاي، بيتناولوا موضوع مباراة بيراميدز ازاي. يعني يعني كنت منتظر ان هم يتكلموا على فنيات صن داونز. بيراميدز ايه، انا قلت بيراميدز، انا اسف. يتكلموا على مباراة، على فنيات صن داونز، على المدرب المحترم، يعني على اللعب العالي. لا، لقيت لك واحد بيتكلم على السحر، يقول لك ازاي كرة كهربا ضيعنا اكتر من فرصة، علي معلول اللي ما بيضيعش ورا كورة. جنوب افريقيا معروفة بالسحر وبتعمل سحر، وهم اللي عملوا السحر في العارضة وحطوه في، مش عايز اتكلم. ده طبعا يعني وفي ناس تانية لا التحكيم ضيعنا الكرة على الخط. طبعا الكرة دي بتفكرنا بايه كزملكاوية؟ مش مقتنع بيها يا عادل، مش مقتنع بيها يا عادل. انتوا التحكيم كان معاكوا اساسا. والسحر ايه؟ هو في حارس مرمى الكرة تقع من ايده 3 مرات؟ يبقى السحر معمول لمين بالظبط؟ كلام يعني ولا كلمة على الفنيات، ولا احترام للمنافس، ولا اي حاجة. طبعا المحللين طلعوا قالوا الجماهير، وكولر نزل على الجماهير، وهوب الجماهير ومش الجماهير. شغل الجماهير ده كان زمان خلاص. مش في دوري بيتلعب فيه ب3000 مشجع ونصهم ما بيدخلوش اساسا. شغل الجماهير ده انتهى. ما بقاش حد بيخاف من الكلام ده خلاص. في افريقيا بتتطور، احنا
بنرجع بسبب مين؟ اللي طالع يقول لك لو هنلعب صن داونز في منطقته في بيتهم قدام بيتهم، ايه الكلام ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طريقة لعب صن داونز ودي مهمة جدا. هم غيروا طريقتهم. في ناس بتقول لك غيروا طريقتهم، هم ما غيروش طريقتهم. هم هدوا واحد كسبان عايز يعني يخليك تتسربع على الهدف. المدير الفني قبل ما ينزل مقريهم حاطط سيناريوهات. لو لعبنا كده لو طلعنا من الشوط الاول 0-0 في سيناريو، لو دخل فينا هدف في سيناريو، لو لعيب خد طرد في سيناريو، لو جبنا هدف في سيناريو. مش نازل اللهوي اي كلام وخلاص بالبركه. دارس كل لعيب من النادي الاهلي، دارس المدير الفني بتاع النادي الاهلي، دارس الجماهير بتاعت النادي الاهلي، مقر لعيبته. طريقه اللعب لما الكره يعني في الشوط الثاني بلاش الشوط الاول، اللعيبه بتتحرك شبه الميه. بيرسي تاو اخد الكره على اليمين، في ظهره اكرم توفيق، صف وراه صف وراه صف معاهم. هوبا امام عاشور ينقل الكره على ناحيه الشمال، صف معاه صف معاه صف معاهم. ايه ده؟ انا اول مره يعني اشوف فريق في افريقيا بيلعب اللعب ده. في ناس بتقول لك ان سان داونز يعني السنه دي مش اللي هو لا، ده في تطور عالي جدا في الدفاع، في الهجوم. انت شفتوا نقل الكرات عامل ازاي؟ ولا ميس باص، مفيش كرة بتتقطع منهم. التمريرات ما بتتقطعش، اللي بيتقطع ايه؟ الدريبلينج. لما لعيب ياخد الكرة يطول بيها قوي بتتقطع بطلوع النفس طبعا، او بتطلع اوت ليهم، او بياخدوا فاول. لكن ولا تمريرة غلط، ولا يسيبك بقى من اللي هي في الدقيقة 99 دي والكلام ده كان يعني ايه بيضيع وقت. لكن ولا تمريرة غلط. ايه ده يا جدعان؟ ده مدرب صن داونز 39 سنة او 38 سنة، شخصية رهيبة، فنيات عالية، وعلى الخط بيزعق بيصرخ في لعيبته، حماس، اللعيبة فاهماه، فاهم اللعيبة، في علاقة، في تلاحم، في تناغم. ايه يا عم ده يا عم؟ ايه ده؟ امال ايه الخردة اللي عندنا دول؟ 3-4-3 اللي اوسيريو بيلعبها. سيبك من اللعيبه اللي عندنا واللعيبه اللي عنده. التشكيله سان داونز معاه تشكيله ثابت عليها، بيبان يعني غصب عنك. حتى لو انت ما بتفهمش في الكوره تتفرج تقول ايه ده يا عم؟ المدرب الجامد ده المدرب هو اللي مقري اللعيبه. حتى لو انت اول مره تشوف مباراه كره قدم تقول مين اللي قايل للعيبه تعمل كده. تعال شوف بقى عمنا ايه. شوف اوسيريو عشوائية، مرة تكسب مش عارف 5، مرة تخسر 3، مرة الفريق اللي قدامك فريق ضايع، يعني يضيع 30-40 هدف محقق عليك. مش مقري اللعيبة حاجة، لا كرات ثابتة، ولا تحركات ولا دفاع ولا أي نيلة، ويقول لك صاحب جوارديولا. يا عم يعني مش عايزين نغلط بقى. فنيات لعيبة صن داونز، في لاعبين او 3 لعيبه. طبعا زواني فريق لعيب جامد، هو ده الوحيد اللي انا عارفه. بس اللي انا اتفاجئت بيه امبابو اللي هو الباك اليمين. لا ده مش لعيب طبيعي. مدافع مهاري، بيدافع كويس، بيهاجم كويس، عنده مهارات اللي هي اللم بقى والترقيص والسفاله دي، عنده سرعه، بيعمل تغطيات. عبد القادر يعني انا مش عارف اوصفها ازاي، بيحجز يعني هو ماشي. عبد القادر طبعا بيلم يعني بيدخل يعني بيدروخ الدنيا في الدوري المصري. قفل عليه الزاويه بتاعت العمق وفاتح له الزاويه ايه يجري على الطرف.
فيجي عبد القادر يلبس في الفخ ده، يروح هوبا طالع بس مادد رجله كده اخدها منه. يا جدعان فنيات. مدير فني تاني، مدرب بيقريهم، بيخلي اللعيبه تشوف لعيبه المباراه، الفرق اللي هتلعبها قبل المباراه. لا لا لا، نادي صن داونز يدرس الصراحه. هو ده اللي تطلع مش في مباراه واحده بنقول الكلام ده، ده في البطوله كلها. البطوله دي في لعيب تشيلي اسمه مارسيلو حاجه، انا مش فاكر. قصير هو كده شويه، متر و60 سنتي او حاجه زي كده. دفاع هجوم، انا مش ممكن. لبس علي معلول واحد انذار عنب. ايه ده يا عم ده؟ وعندنا اللعيبه عايزه تاخد $1,000,000 ومنح التعاقد ومش عارف ايه. ما تيجي مش عايز اقولها بس عشان في ناس محترمه بتتكلم. ما تيجي تتعشى. اخر نقطه والنقطه المهمه، يعني اللي معانا اللي كمل معانا لاخر الفيديو، اللي احنا شفناه ده واللي احنا بنشوفه على مدار الشهور اللي فاتت من فرق افريقيا، يخلينا ايه نستبشر بس مش بالخير لمنتخب مصر ان هو هيضيع. انا مش متشائم ولا حاجة، ولكن المنظومة الكروية عندنا نتائجها هتبقى كده، لا محالة. مفيش هروب. النتائج هتبقى كده. ليه؟ منتخب مصر هيلعب كاس افريقيا. صن داونز كانت نسخة مصغرة من اللي هيحصل في بطولة افريقيا. انت عندك المغرب، عندك الجزائر، عندك تونس، عندك جزر القمر، عندك جنوب افريقيا، عندك السنغال، عندك الكاميرون، عندك الناس دي في تطور وطوروا منظومتهم، وشفنا التحكيم بتاعهم اتطور ازاي، وشفنا كل ده طبعا. فالناس دي هتعدي بمراحل. بطولات افريقيا، البطولات المحلية، انا يعني عن نفسي مش شايف امل في اي حاجة لمنتخب مصر او للأندية المصرية، لان الناس دي بتتطور واحنا بنرجع ورا بسبب عامر حسين، بسبب اتحاد الكرة، بسبب التحكيم مش مقتنع بيها يا عادل، بسبب حاجات كتير. بس انا خلصت كده، يعني يا رب اكون يعني قلت حاجة مفيدة، يعني ما ضيعتش وقتكم على الفاضي. الناس اللي بتتابعنا لأول مرة، يعني اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم بورتامنت اخوكم، زملكاوي، محتوى رياضي. لو حابب المحتوى اعمل لايك، اشتراك، او متابعة على الفيس، واكتب رأيك في تعليق لو حابب تشوفنا مرة تانية. لو مش حابب براحتك، وانا اسف لحضراتكم واسف على الإطالة. كان معاكم بورتامنتو، واشوفكم على خير ان شاء الله في الجديد. سلام.